اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بطريقه حلوه جدا، والعجينه طريه، والحشو بقى هنعمله بطريقتين احلى من بعض. الطعم هيخليكم تنسوا اي حواوشي تشتروه من بره تاني. يلا مع بعض نشوف المكونات. عندي دقيق ولبن وبيكنج باودر وعلبه زبادي، ملح، زيت، خميره، سكر. في بولة فاضية بقى هنبدأ الأول. عشان نفعل الخميرة هنحط اللبن وعليه الخميرة والسكر، وهنديلهم تقليبة كده، وبعد كده نغطيه ونسيبه حوالي 10 دقايق على جنب عشان الخميرة تتفعل. بعد كده هنزل بباقي المكونات بقى، البيكنج باودر والملح والزبادي. هقلبهم كلهم الأول، وبعد كده هبدأ أنزل بقى بالدقيق واحدة واحدة. انا كده بقى حطيت كل المكونات، ناقص بس الزيت. سيبته عشان الزيت هحطه شوية بشوية اثناء العجن. لما العجينة تبدأ تلم معايا هبدأ احط شوية زيت، وبعد كده هبدأ اكمل بقى شوية بشوية. هبدأ احط تاني. في المرحلة دي العجينة لمت كويس قوي، فهبدأ احط الباقي بقى. وده شكل العجينة بعد ما اتعجنت. هسيبها حوالي نص ساعة تختمر. وده شكلها بعد ما اختمرت. هخبط عليها كده خبطتين اطلع الهواء منها. ابدأ بقى اشكلها كرات، وهي عملت معايا تقريبا حوالي 10 كرات. يعني ممكن العجينة دي تعمل معاكو حوالي 5 ترغيفة كبار، لان كل 2 بيعملوا 1. هسيبها تخمر تاني نص ساعة. في الفترة دي بقى هجهز عندي حشوة اللحمة. أنا عندي هنا لحمة وبصل وبقدونس وفلفل ألوان والبهارات، ملح، فلفل، كمون. وهبدأ بقى أنزل في بولة فاضية باللحمة، وبعد كده البصل، الفلفل بقى زي ما تحبوا تحطوا. انا حطيت فلفل احمر حلو وفلفل اخضر زي ما تحبوا تحطوا. وادي البقدونس. زودت بس 50 جرام دهن عشان اللحمة ما تبقاش ناشفة. لو اللحمة عندكم ملبسة شوية فمش هتحتاجوا الدهن ده. وحطيت بقى التوابل بتاعتي، وهبدأ اقلب كله مع بعضه. بعد كده هبدأ اجيب بقى اول كورة عجنتها وهبدأ افرد فيها. انا فردت هنا بالزيت، ممكن اللي حابب يفرد بالدقيق ماشي، بس انا هنا حطيت زيت على ورق زبدة وبدأت افرد العجينة، فاتفردت بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى انزل عليها باللحمة، واللحمة هحطها في النص واطلع بيها لبره، وهسيب الاطراف فاضية عشان دي اللي هقفل بيها على العجينة اللي هتبقى فوقيها، فمش بملى لحد الاطراف بره. هبدأ افرد بقى اعمل الوش التاني اللي هيبقى من فوق برضو كده، فردته بالزيت.
والزيت هنا مش بكتره قوي، يعني مش عايزاه يوصل لانه يبقى مقرمش زي الفطير، لا انا بحط زيت بسيط بس يفرد معايا العجينة. هحط بقى الوش على الوش وهبدأ اقفل من تحت لفوق، واقفلها كويس قوي. بقفل من تحت كده وادوس عليها لجوه، وده شكلها. وعشان الشكل ده ما يبانش قلبتها على وشها في صينية، وببدأ ايه افردها كده بايديا عشان خاطر ما تبقاش العجينة سميكة قوي. جبت شوكة كده وعملت لها فتحات، عشان في الفرن هي بتتنفخ شوية، فالنفخ ده ما يخليهاش تفك من بعض. فبنعمل لها فتحات كده شوية، وما بتبقاش باينة لان بنحط على الوش بقى ايه سمسم، بنرش سمسم، حبة البركة، في ناس بتحب ترش جبن. وهاخدها بقى وادخلها الفرن حوالي ربع ساعة. وده شكلها بعد ما خرجت، عايزة اقول لكم ريحتها فظيعة جدا. شايفين العجينة طرية جدا وحلوة قوي، واللحمة مستوية ومتماسكة. يلا مع بعض بقى نشوف الطريقة التانية. عندي هنا سجق وبصل وتوم وفلفل ألوان والتوابل، ملح وفلفل وبهارات. في طاسة بقى هنيجي نحط معلقتين زيت، ونبدأ ننزل بقى بالبصل، وبعد كده ايه السجق بتاعي وباقي المكونات. ودي بتاخد سوا على النار حوالي 10 دقايق، يعني بقلبها وهي بتستوي بسرعة جدا. السجق من الحاجات اللي بتستوي بسرعة جدا. ببدأ بقى أفرد عجينة تانية وحط فيها حشوة السجق بعد ما استوت. أنا السجق هنا قطعته قطع صغيرة عشان ما يبقاش جوه العجينة طويل كده والعجينة تفك مننا، فقطعته قطع صغيرة. ونزلت بقى كده في العجينة، برضو هسيب الأطراف. هنا بقى زودت جبنة على الحشوة، حطيت ميكس كده ما بين موتزاريلا وشيدر. وبعدين بقفل عليها بقى بالطبقة التانية، برضو بقفل كده من تحت لفوق. ده شكلها بعد ما خرجت. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.